السلام عليكم. ازاي احافظ على عدة الصيد بتاعتي لأطول فترة ممكنة؟ اخلي العدة مثلا تقعد معايا 20 و25 سنة. 3 حاجات لازم تعملهم. اول حاجة الاهتمام بالعدة. لازم على طول يكون مهتم بالعدة. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي ده العود وانا بصطاد، ده لو جه عليه مية مالحة وانا سبته ما نضفتهاش اهملت فيها، المية المالحة على العود والدبل مع الشمس، المية المالحة هتاكلهم. يبقى هنا ده اسمه ايه؟ اهتمام دوري، على طول انا مهتم. المكنة دي لو جه عليها مية مالحة وسبتها ما نضفتهاش على طول بمية حلوة، سبتش المية المالحة تركن عليها، المية المالحة هتاكلها. ده اسمه اهتمام. لازم على طول تهتم بنظافة العدة بتاعتك. تاني حاجة الصيانة. اي معدة عشان العمر الافتراضي بتاعها يطول لازم كل فترة على حسب شغلها يتعمل لها صيانة حتى لو مفيش عطل. يعني انا مثلا دي المكنة دي بصطاد مثلا مالح، كل 3-4 شهور لازم اوديها يتعمل لها صيانة، تتزيت او تتشحم، لو فيها حاجة تتصلح سواء عطلانة او مش عطلانة. ده بالنسبة للصيانة. تالت حاجة قطع الغيار. لو حاجة عطلت معاك في المكنة، يعني مثلا الجراية دي باظت، لازم اغيرها. ولما اجي اغيرها اجيب حاجة بنفس الكفاءة، ما اسيبش مثلا حاجة كده بايظة واقعد شغال. لا، الحاجة البايظة دي ممكن تبوظ حاجة تانية. الجراية دي لو بايظة هتبوظ معاك التروس من جوه. فنهتم بالثلاث حاجات دولت. تهتم بالاهتمام على طول كل طالع الصيد، نظف العود من الرملة من جوه، عشان الرملة دي ممكن تشرخ العود. نظفه من المية المالحة لو بتطلع مالح. بالنسبة للصيانة اعمل وقت كل فترة، اعمل صيانة لمكانتك للعود باستمرار. تالت حاجة قطع الغيار. اي حاجة فيها عطل ما تسيبوش، روحوا غيره وغيره بنفس الكفاءة اللي موجودة. لو خدت بالثلاث حاجات دولت ان شاء الله، مثلا مش شرط تكون المكنة او العود غالي، لا دي مكنة صيني ب50 جنيه معايا بقالها 4 سنين، ممكن تقعد معايا 10 15 20 سنة. ليه؟ على طول ايدي فيها زي ما بيقولوا. فاحنا عشان ايه مش ما نهلكش عدة كتير على حاجات بتبقى بسيطة وحاجات هايفة. يعني موضوع نظافة البوصة والمكنة من المية المالحة ده، ناس كتير بسببه حاجة بسيطة اهي بترمي عدة كتير وبتغير عدة كتير. فالله المستعان، نخلي بالنا ونفهم ونتعلم عشان خاطر نشتغل صح ونوفر وما يكونش الصيد عبء علينا. وجزاكم الله خير. السلام عليكم.